ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده بقى قايمه فيه بالعافيه. عارفين انتوا جوع نص الليل اللي بيجي على غفله ده؟ بعد ما خلاص كنت هنام والساعه 10 بالليل لقيت ولادي عمالين يقولوا لي احنا عايزين مكرونه سباكيتي. طب يا جماعه عيب كده، احنا هننام. لا، عايزين دلوقتي. فبصراحه يعني ما قدرتش اقاوم الضغط اللي ضغطوه عليا. قمت بسرعه، حطيت بقى الحله اللي انتوا بتشوفوها معايا في كل الفيديوهات دي، حطيتها على طول على النار وخليت المية تغلي. وبصراحة قلت بقى ايه، يعني لا انا مش هفضل قاعدة كده ساعة كده ومتضايقة لوحدي. قلت لهم تعالوا سلوني في المطبخ، اقفوا اتكلموا معايا في اي حاجة. طلعت كيس مكرونة وعلى طول هكسره كده واحطه في الحلة. انا بقسم المكرونة نصين بس عشان احنا بنحبها طويلة شوية. هما بصراحة عمالين يقولوا لي احنا عايزين اندومي يا اما مكرونة، فانا قلت لهم لا، طب وعلى ايه اندومي ايه وكلام فاضي ايه، احنا نعمل مكرونة على الاقل يعني مفيدة شوية عن الاندومي والكلام الفاضي ده. وقلت لهم بقى ايه، تعالوا بقى سلوني، وقعدنا بقى نتكلم مع بعض، قعدوا يحكوا لي قصص ومش عارف ايه على ما احنا عملنا الاكل. بصراحة برضو كان عندي كيس لحمة مفرومة كنت جايباه في اليوم ده وما عصقتوش، وقلت بقى بالمرة وانا واقفة في المطبخ اعمله معاكم. هنا بقى ايه، كنت حطيت الحلة دي واول ما المية سخنت وغلت على طول رحت كسرت المكرونة ونزلت بيها على المية على طول. طبعا ما تنسيش بنحط دايما في المكرونة في المية بتاعتها شوية ملح. انا حطيت شوية ملح ومعلقة زيت. مش عارفة ظهرت معانا في الفيديو ولا لا. طبعا عشان انا ما عنديش المصفى اللي هي بتاعت المكرونة دي، فهصفي في المصفى العادية اللي انتوا هتشوفوها. وطلعت بقى كيس صلصة من اللي متفرزة في الفريزر. وخلاص بقى قلت يا دوبك يعني الموضوع كله مش هياخد معانا 4 5 دقايق. بصفي بقى كده المكرونة. بصراحة منظرها تحفة. انا بحب المكرونة الاسباجيتي جدا، بس هي بتتخن. مفيش مفر، اي حاجة الواحد بيحبها بتتخن، بس هنعمل ايه؟ يلا بقى. وكده بقى هغسلها تحت المية السخنة عشان اوقف تسويتها. وقلت بقى اما اعمل شوية اللحمة بالمرة وانا واقفة. يعني بصراحة بقى الكلام عجبني وقعدوا بقى هما يسلوني. فقلت يلا. قلت بقى عشان ما تعبش نفسي بقى، وكنت خلاص خدت الشاور بتاعي وهنام. قلت احط البصل في الكبة. اني الكبة تشتغل، الكبة مش راضية تشتغل يا ستي، يهديكي يرضيكي، مش راضية. رحت رجعت فضيتها تاني وقطعته على الفرانشيتا. هنا بقى ايه، مرضيتش اكتر في الزيت قوي علشان انا عارفة ان اللحمة اللي انا جايباها مفروم عليها حتة دهن. بحب بقى احط على البصل كده، اول ما احطه في الحله ارش عليه الملح والبهارات بتاعتي والفلفل الاسمر والكمون. بيخلي البصل كده يبقى طعمه حلو كده. ما تنسيش دايما ربع معلقه سكر صغيره كده بتخلي البصل يكرمل كده ويبقى طعمه لذيذ جدا. هنا بقى طبعا ما كنتش عايزه اوسخ اطباق ولا اي حاجه، انا كنت سقعانه. فنزلت بقى باللحمه من الكيس كده على طول على الحله. وسعت لها بقى مكان في الحله كده عشان تاخد صدمه وما تجيبش ميه معايا وما تبقاش زفره. اول بقى ما حطيتها رحت رش عليها شويه ملح وشويه فلفل اسمر وشويه كمون و7 بهارات. وقعدت بقى ايه، احاول ان انا اقلبها كده بحيث ان لونها يغير، فتبقى كده اتصدمت معايا من جميع الجهات، ما تجيبش ميه معاكي ابدا. هنا بقى رحت مقطعه طماطميه وقرن فلفل عليها. وعلى فكره